التقية فلا دين. ده ليه لما حد بيمسكك فيها من الدولة؟ التقية عشان التقية عشان اوضح يعني هي انه يجوز للشيعي انه يخفي العقيدة اذا كان ذلك سيعرضه للاذى يعني. والرسول حسن شحاتة بيقدم على انه مسمينه اسد الشيعة في مصر. يعني مين مش ناس كده؟ هايفه على النت اللي هم بيفضلوا يلعبوا فيه الكلام الفارغ ده ويضيعوا وقت عليه. هقول لحضرتك حاجه. مفيش راجل عالم حسن شحاتة دلوقتي وهو بيسب الصحابه مالناش حكم عليه. انا عايز اقول ربنا اعلم سبهم ولا لعنهم ولا طعن فيهم. هو ده ليه سب صحابه يعني ايه؟ احنا ما نحكمش. سب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم معناها ايه؟ اسقاط للقران واسقاط للسنه. متاكد من الكلام ده؟ ايوه نعم متاكد من الكلام ده؟ نعم. يعني من يسب الصحابي حكمك عليه انه ايه؟ حكم سب الصحابي غير حكم سب الصحابه كل صحابه. تمام؟ وحكم سب صحابي لصحابي غير سبنا لصحابي. يعني والا فعلي بن ابي طالب سب العباس والعباس سب علي بن ابي طالب. خد حكم يلا. 80 سنه ما يسبش. ومعاويه بن ابي سفيان 80 سنه بيسب. اقرا كتب يا حبيبي. اثبت بالدليل. اثبت بالدليل. انا جايب معاك دليل. انا جايب معاك انت بتكذب كده معناها انك بتكذب بامور موجوده في الكتب. انت راجل باحث. طب عيب انت بتموه على الناس. انا ممكن اجيب لك الكتاب في حلقه ثانيه. اثبت. لعنة الله على الكاذبين. ألا لعنة الله على الكاذبين. بس خلاص كده يحكم الله بيننا وبين. طيب عشان بس ننتقل من نقطة لنقطة. أستاذ وائل أوضحها بس النقطة. الأستاذ الباحث اللي هو مفسر القرآن. مين اللي قال لك أنا عندي تفسير قرآن؟ أنت كل حد يقول لك حاجة تسمعها؟ تحلف بالله إن ما عندك تفسير قرآن؟ ما أدراك. تحلف بالله إن ما عندك تفسير قرآن؟ أنا قلت لك الكلام ده؟ تحلف بالله قدام أستاذ وائل إن ما عندك تفسير قرآن؟ أنا قلت لك هذا الكلام. خلاص يكفيني كده. يكفيني. طب وايه المشكلة إنه يكون عنده تفسير قرآن؟ معنى ذلك أنه رجل عالم ويمثل الشيعة. أنا لم أذكر هذا العلم وبيخفي ده يعني الأستاذ خالد هيختفي ليه يعني؟ هيخفي ده ليه؟ هو اسأله هو ما يسألنيش أنا أقول لك إنه هو عنده تفسير القرآن مفسر القرآن بخط إيده. جبت الكلام ده منين؟ طب معذرة. بص بيضحك هو عارف إن أنا أقول الحق. لا ما حتى لو أنت بتقول حق أنا أقول فهي نعمة أنا أعرف عنك كثير خلي بالك. أنت تذكرها عنها معيبة إنما هي معيرة. ده مفسر قرآن بالنسبة لك. مفسر قرآن بيقول له إيه؟ بيقول لي ده أبوك. معنى كلمة أبوك إيه؟ معناها ان انا اقف معاه في الباطل. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. انت ان هو على باطل وهو قدام المحكمه. ثواني بس ثواني. امال انت مش في محكمه بتحكم؟ امال اللي سب المحكمه تمشي عليه خلاص وصدقت. الله عز وجل في الكتاب يقول واقيموا الشهاده لله. يبقى ازاي؟ لما سالوا وافحموا بسؤال قال له لو انت الرسام ابنك الرسام ولا ابوك الرسام؟ قال له ايه؟ قال له انا ارسم زيه. يعني معنى كده ان الناس دي الرسام الذي اساء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده ابويا وانا ارسم زيه. معنى كده ان هنا مفيش اعتقاد مفيش عقيده. انا راجل صاحب عقيده. يبقى انا لما اقف قدام ابني ازاي جاهل يحكم على عالم ربنا عليها دي ازاي يحكم على ابوه اعلم. كده رجعنا تاني نتداخل. استاذ وليد يعني انت قبل بس ما ننتقل انت شايف انه شهاده حمزه ضد ابيه شهاده حق وهو تكلم بما راى وسمع. خلينا في الجانب الواقعي العملي يا استاذ وائل. احنا عقائدنا بتقوم احنا والشخص الاخر نقول قران نقول له ما يقول لك ما معنى الايه ما ادراك نقول له سنه صحه الحديث نقول له قال ابن تيميه يقول لك تلاقي ضحك كده وانبسط. فاحنا قدام زندقه مش موجوده في اصل الاسلام. ما زندقه؟ ثواني زندقه يا استاذ اوريك ان الاستاذ جاهل. اوريك ان الاستاذ جاهل. منذ قليل تكلم عن الخمر وقال هذه نزلت في عمر بن الخطاب. ثواني بس ثواني. هل عمر بن الخطاب هل كان الخمر محرم قبل ان تنزل هذه الايه؟ تحريمها جاء تدريجي. سؤال بس انا بسالك سؤال مباشر تجاوبني جواب مباشر. هل الخمر حرم قبل نزول هذه الايه؟ حرم في وقت الصلاه فقط. تمام قوي. ولما حرم ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ قال انتهينا يا رسول الله. هذه شهاده لعمر بن الخطاب يعني نازله فيها وليست قدح لعمر بن الخطاب. يا حبيبي يعني كان بيشرب لبن ولا خمر؟ كان يشرب الخمر ما في مشكله. خلاص يعني الناس كان هناك انواع من الزواج سبب نزول سبحان الله ما كان محرم. وعند التحريم توقف عمر. طيب يا استاذ وائل انا عايز اعرف وزواج المتعه ايضا حرم في عهد عمر بن الخطاب يعني. وهل عمر حرم قبل عمر بن الخطاب؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرمه يوم الفتح. هناك روايات صحيحه وما يستطيع الشيعة انكارها بان علي بن ابي طالب والائمه الاثنى عشر حرموا زواج المتعه وبه حديث صحيح عن علي بن ابي طالب. لذلك قالوا ان علي بن ابي طالب استعمل التقيه فيه لانهم لا يستطيعون رده. انا كده استاذ خالد متعه الحج اللي نهى عنها عشان تعرف ان كل المسلمين خلفوا عمر في الكلام ده وعمر ليس نبي اصلا عشان ناخد منه التشبيه ونتخطى. هل انا قلت ان عمر هو من حرمه؟ انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. متعتان كانت بعد رسول الله. بص اقول لحضرتك حاجه هل تستطيع
أن تقول لعنة الله على من حرم المتعة في كتب السنة وكتب الشيعة لعنة بعد الله أن على الظالمين. ممكن يكون مش هيقدر، لأنه عارف إن في كتبه نفسها يا ابني القرآن اللي قايل كده، أنت عايز إيه؟ يعني أنا لو أعرف إن كده الحلال، يعني مثلا لو جه لعنة واحد الله على وقال الظالمين الزنا مش عاجبك؟ ده حلال، أقول لعنة الله على من أحل الزنا بعد أن حرمه الله. هل هو يستطيع أن يقول لعنة الله على من حرم المتعة بعد ما أحلها الله؟ لعنة الله على من أحل زواج البنطال وزواج القبلة وزواج الدم وزواج غير لعنة الله على الجميع إذا خالفوا كتاب الله. وهذا هي الشيعة. نحن الإسلام الحق، نحن أتباع محمد وآله، التشيع سيل يجرفكم عن فكرة الله أستاذ سيد، بعيدا عن الخلاف المذهبي العقائدي اللي يحتاج مننا 160 حلقة على الأقل، ندخل في الجانب العملي. أنا بقول لك عمليا كيف نتعامل مع قضية الشيعة والتشيع في مصر. خلينا أقول لك بعض الملاحظات. من الملاحظات احنا قلنا أن قضية سب الصحابة من القضايا الأساسية لأنها تستفز مشاعر المسلمين، وهي التي دائما تثير الفتنة بين السنة والشيعة. من القضايا الأساسية أيضا الارتباط بإيران. لما تقول لي شيعي هيقول لك بس ده مرجعيته هناك في إيران، وتتهمه بالتكفير السياسي والعمالة لإيران. من المتسبب في ذلك؟ مين؟ أنا النهاردة أولا أنا لا أدافع عن علاقة مع إيران، لأن العلاقة مع إيران ليست علاقة سياسية، دي علاقة مذهبية فكرية. أنا أولا شخصيا يعني أنا عمري ما سافرت بره مصر ولا هسافر إن شاء الله، يعني لا رحت لإيران ولا حتى السودان، بس احنا بنتكلم على بوجه عام. أنا النهارده ولا بيجيلك التعليمات من قم زي ما ولا بيقولوا؟ ولا أعرف قم دي شكلها إيه. يقول لك وقد جاءتهم التعليمات. جات لهم التعليمات على فكرة برضه هيقف. والأموال لسه هنتكلم عن الأموال. هو سياسية أكتر ما هي فقهية. برضه هيقف. يا أستاذ وائل، يا أستاذ بس خليه يتكلم يا وليد، أنت جاي سخن علينا قوي. يا أستاذ وائل اسمح بعد إذنك، اسمح للشيعة المصريين بتدريس مذهبهم بوجود أئمة مصريين، أئمة يعني مشايخ شيعة مصريين، واخد بال سعادتك، يكونوا مراجع ليهم. وهل في إيران المثل؟ طبقا لمذهبهم. هل في إيران المثل؟ طبقا لمذهبهم بيدرسوا المذهب السني في إيران؟ أنت لا تفهم معنى الحوار. لا مش موجود. يبقى نعمل حلقة للمناهج الوهابية والسنية والشيعية والنقاش. سنة مهنية. أنا مالي والإيران يا ابني، أنا عايش في إيران، أنا عايش هنا. أنا بسألك هو أنت عايز تطلب من أنا ما رحتش، أنت رحت الإمارات، أنا ما رحتش الإمارات، أنت رحت هبطت من الإمارات وأنت قلت كده. أنت أنا يا عم ما رحتش الإمارات، أنت رحت قلت ما كان بيقبض. أنا قلت قلت كده. هدايا. أنا قلت هدايا. في بيت أمي فتاتين يا عم احنا مش عايز اقول لك. نعود للسؤال يا استاذ وائل، لان خلي بالك هتوجه لك اتهامات ايضا، ما تتهمش حد بالقبض، يعني هتلاقي حد. ما هو اللي قال، لا هو اللي قال مش انا. هو اللي قال. انا النهارده بقول حاجه، انت النهارده لو سمحت للشيعه بوجود، هو فقهيا هيسال مين؟ النهارده هو راجل شيعي خلاص، هو شيعي، هو مذهبه كده، فلن يامن لاي شيخ مصري، مش اي شيخ عموما من مشايخ اهل السنه في سؤاله عن اي حاجه فقهيه بالنسبه له. يعني انا فقير عشان اطمئن، مش هينفع اسال شيخ. هسال السؤال ده بس في حاجه كده، معنى كلامه ان الفقه الشيعي ليس له في الفقه الاربعه. احنا قاعدين كده في قهوه بلدي، دي قهوه بلدي بالشكل كده. ما هو ده دلاله الكلام. يا استاذ، انا رايي بعد اذنك يا استاذ سيد، انا رايي الشخصي ان تراجع دور الازهر عن هذه الامور هو الذي يسمح بخروج انصاف المتعلمين والجهلاء في الكلام في امور لا يجب ان تطرح على العامه. استاذ رضوان من ايطاليا، وانت
عضو مؤسس في الغرفة اللي عاملينها باسم مصر والشيعة، وهي لمواجهة الشيعة في مصر. ندخل في الجانب الثالث وهو المتعلق بالتمويل. يعني أنا بقول لك دايما يعني في الجانب العملي ايه هي دائما الاتهامات التي توجه الى الشيعة؟ الشيعة ملاحقون زي ما انا قلت بسيفي التكفير الديني والتكفير السياسي. التكفير السياسي دائما يعني متهمون بالعمالة لإيران دون أي أدلة، لكن قضية ارتباطهم بإيران. ندخل في التمويل. يعني ليه دايما يتهم الشيعة بأنه تأتيهم أموال مشبوهة من الخارج ومن إيران ومن بعض الدول ومن بعض الشخصيات الشيعية الشهيرة؟ ليه بتقولوا ده دايما في الغرفة عندكم؟ طيب خير إن شاء الله. طيب اولا ارحب بضيوفك الموجودين مع حضرتك في الاستوديو، ولو اني الاحظ على ضيوفك الشيعة التقية